يا مساء الفل، ويلا بينا نحضر وصفة جديدة جدا حلوة جدا، ما بتاخدش منك اكتر من 10 دقايق. طعم لا يقاوم. وزي ما انتوا شفتوا كده هي فعلا بالظبط. كنت داخله اشرب ميه لمحت اللازانيا، قلت الموضوع ده مش هيعدي على خير، لازم نعمل صينيه لازانيا بشكل مختلف واختراع. اللازانيا رول ملفوفه بحشوه خطيره، اول مره تخطر على بالكم. تعالوا ندخل الفيديو ونشوفها، بس ما تنسوش دعم الفيديو بلايك، تشجيع بكومنت، وكمان ما تنسيش سبسكرايب وفولو على البيج وعلى اليوتيوب وشهيصيني بقى. ويلا بينا ندخل الوصفة. اول حاجة عندي شرايح اللازانيا، واللازانيا متوفرة في اي سوبر ماركت دلوقتي وسعرها حلو جدا. عندي كمان الهوت دوج، وعلى قد كمية الهوت دوج هتستخدمي شرايح من اللازانيا، يعني المتوفر عندك هتستخدميه. هنعمل فتحة صغيرة كده بطرف السكينة، وهنثبت فيها شرايح اللازانيا بالشكل ده بالراحة جدا عشان ما تتكسرش منك. هتستخدمي بقى شرايح لازانيا على قد كمية الهوت دوج المتوفرة عندك. تمام بالشكل ده. هنجهزهم، هنرصهم في طبق، وبعد كده نروح للخطوة اللي بعديها. وعقبال كده ما نخلص الكمية كلها، ما تنسيش تحطي لايك اسفل الفيديو، وما تنسيش الكومنت لان ده بيدعمني، ولو ليكي اي رأي اكتبيه في الكومنتس. تعالوا بقى خلصنا كده كل الكمية اللي عندنا، وتعالوا اقول لكم نعمل الخطوة اللي بعديها ايه. هروح بقى كده اغلي ميه في اي حاجه واسعه، حله واسعه، طاسه واسعه، صينيه واسعه، اي حاجه. حطي بقى شويه زيت صغيرين في الميه، لان انا نسيت حرفيا يعني. المهم سلقتهم، بس مش هيتسلق سلق كامل، احنا نحطهم بس كده ايه، نعد مثلا من 1 ل10. اول ما نمسك قطعه اللازانيا نلاقيها خلاص بقت بتتلف معانا وطريه، تطلع على طول، يعني ما تسيبيهاش تطرى قوي، وتطلعيها بحذر شديد. وهقول لكم ان ممكن كذا واحده تفك منك في الميه عادي جدا. طلعيها برضو، وهقولك ازاي نركبها واحنا ايه بنلف الرول بتاعنا. هجيب الصينية بقى، انا كنت مجهزة صلصة طماطم، والصلصة هكتب لكم قدامكم على الشاشة مكوناتها. طبعا اهم حاجة في الصلصة ان هي تكون متسبكة كويس، ما فيهاش اي مية زيادة، شبه كده تقل صلصة البيتزا. تمام. وعندي كمان صوص البشاميل، والبشاميل طريقته سهلة جدا برضو هكتبه لكم قدامكم على الشاشة. فاضل بقى ان احنا نطبق الوصفة بتاعتنا، وهنلفها بالشكل ده. هنجيب قطعة اللازانيا هنركب فيها الهوت دوج، لو كانت وقعت منك حاولي تركبيها تاني، بس سيبيها تهدى شوية تبرد عشان تقدري تدخلها بكل سهولة. وهتحطيها بالشكل ده وتلفيها رول. هنخلص المقدار كله على حسب الكمية اللي عندك. وخلي بالكم كل المكونات اللي احنا مستخدمينها مستوية، فالموضوع كله مش هياخد وقت في الفرن خالص. هي مجرد ما هتدخليها الفرن وتشغلي فرن وشوية، الدنيا هتستوي وهتطلعيها تبقى تحفة. طبعا باقي الصلصة بندهن كده الرولات كده من على الوش من فوق، وكمان هنغطيها بشوية من صوص البشاميل اللي باقي عندنا بالشكل ده. اغطيها كده كلها عشان يكون طعمها جوسي وخطير. واهم حاجة بقى تخلوا البشاميل بتاعكم يكون خفيف، لان ده اللي بيخلي الصينية بتاعتنا دي تطلع حاجة كده جوسي تحفة. من على الوش بقى هنحط شوية جبنة موتزاريلا على حسب المتوفر عندك. ما عندكيش جبنة موتزاريلا نقدر نكسر بيضاية بملح وفلفل ونحطها على الوش، تديني وش جراتان روعة. المهم هندخل الكلام ده كله الفرن على درجة حرارة 220، شغال من تحت لمدة 10 دقايق، وبعد كده نشغل الشواية يعني ثواني وانتي واقفة قدامها، فالموضوع كله ما بياخدش وقت. وتطلع بقى تتقدم بألف هنا. طعمها خطير وجوسي جدا وطرية جدا، ومش قادرة اقول لكم الطعم لا يقاوم. فعلا وصفة تجنن تجنن، وهتعجب اولادكم جدا، هتعجب الكبار جدا. ودي بقى من الوصفات الصيفية السريعة السهلة اللذيذة، تحفة تجنن. بالأمانة كل اللي دقها قاعد يقولي واو من جمالها، خطيرة جدا. ما تنسوش بقى في نهاية الفيديو تجربوا الوصفة. ما تنسوش اللايك، الشير على صفحاتكم، كمان ما تنسوش كومنت اعرف رأيكم. باي باي.